معاكم منى مصطفى، تربية متخصصة في تنشئة الأطفال وازاي نفهم أطفالنا بشكل صح وازاي نتعامل معاهم بشكل أفضل، مش بس نحكم عليهم. لو ابنك سمع الكلام بعد ما ضربته فده مش دليل على إن الضرب نجح. هو في الغالب سكت وسمع الكلام لأنه خاف منك، مش لأنه اقتنع بكلامك. في فرق كبير بين طفل متربي وطفل متعود على إنه يخاف. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أكتر الحاجات المنتشرة في التربية، هي ضرب الأطفال. طيب، هو فعلا الضرب بيعدل السلوك ولا بيسيب أثر بيفضل مع الطفل سنين طويلة من غير ما ناخد بالنا منه؟ خلينا نفهم الموضوع بهدوء واحدة واحدة ونتكلم عن كل حاجة. ليه الأهالي بتلجأ للضرب؟ معظم الآباء والأمهات بيضربوا أطفالهم مش لأنهم مش بيحبوهم أو بيكرهوهم أو مش طايقينهم، لأ، كتير بيكونوا طول النهار مضغوطين في شغلهم، مرهقين، حاسين ان مفيش حل تاني. وبتسمعي جمل زي: انا اتربيت على الضرب وطلعت كويس، انا جربت كل حاجة مع ابني وبرضه مفيش فايدة، ما بيسمعش الكلام. ما هو مش بيسمع الكلام فلازم يتضرب. لكن السؤال الحقيقي هنا، هو الضرب فعلا بيعلم الطفل الصح والغلط ولا بيعلمه حاجة تانية خالص؟ أول إحساس بيوصل للطفل بعد ما يتضرب مش إنه غلط عشان كده اتعاقب، لأ، إنه بقى في مكان غير آمن. فبيبدأ جسمه يدخل في حالة من التوتر والقلق والخوف والرعب. مخه بيبدأ يركز له على الهروب من الألم والعقاب اللي انت سببته له، مش على فهم الدرس المطلوب منه. عشان كده كتير من الأطفال بعد الضرب تلاقيهم بيكدبوا عليكي، بيخبوا أخطائهم، بيعملوا الغلط بس بعيد عن عينك وعين باباه. مش لأنهم بقوا أفضل زي ما انت فاكرة، لأ، لأنهم بقوا أذكى في الهروب من الألم ده والعقاب. في دراسات أثبتت إن العقاب البدني اللي هو الضرب مرتبط بمشاكل السلوكية والعدوانية والقلق والخوف، وما بيحققش نتائج تربوية إيجابية خالص، ولا على المدى القريب ولا على المدى البعيد. الضرب ساعات مش بيسيب كدمة على جسم الطفل، لأ، أحيانا بيسيب أثر في شخصية الطفل. بعض الأطفال بعد التعرض المستمر للضرب على طول ممكن تلاقيهم معندهمش ثقة بالنفس خالص، بيخافوا يعبروا عن رأيهم، تلاقيهم دايما يا اما عصبيين وعدوانيين يا اما بيتحولوا ليبقوا انطوائيين ومنعزلين عن العالم. في حالات كتيرة الطفل بيتعلم ان القوة هي وسيلة لحل جميع المشاكل عنده. يعني لما يكبر ويغضب او يتخاصم مع اخوه او صاحبه تلاقيه بيستخدم نفس الاسلوب اللي اتعلمه منك، اللي هو الضرب. كنا بنسمعها الايام دي كتير: احنا اتربينا بالضرب وطلعنا كويسين، من اشهر الجمل اللي بتسمعيها. لكن خلينا نسأل سؤال مختلف: كم شخص لسه فاكر موقف اتضرب فيه وهو صغير؟ وكم شخص لسه فاكر الإهانة والأذى والتوتر والخوف اللي حس بيها وقتها؟ في كلام كتير طلع على السوشيال بيتكلموا عن ان ناس كتير بتتكلم ان الضرب خلاهم يخافوا، يقلقوا، يكذبوا، بيخبوا مشاعرهم بدل ما يفهموا الصح من الغلط. الفكرة هنا مش ان كل طفل اتضرب هيتأذى بنفس الدرجة او بنفس الطريقة، لا، لكن الفكرة ان الخوف والضرب مش هما التربية. الضرب ممكن يوقف السلوك لحظة، لكن التربية الحقيقية هي ان الطفل يفهم ويتعلم ويختار الصح من الغلط، حتى لو انتي وباباه مش موجودين. الخوف بيصنع طاعة مؤقتة، اما العلاقة الآمنة والاحترام فبيصنعوا شخصية قوية ومتوازنة. قوليلي في الكومنت، هل شايفين ان الضرب وسيلة تربوية فعالة ولا لكم تجربة غيرت رأيكم في الموضوع؟ متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد، وتفعلوا زر الجرس تحت.